أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرد في عيون المعاصرة. إذا كان الفيلسوف والخطيب الروماني يقول شيشرون: لا تقدم على قول الباطل ولا تصبر على كتمان الحق، فإن واجب النخب المثقفة أن يفارقوا عقلية النفاق أو الوفاق أو المفارقة، وأن يكونوا صحيحين في تناول القضايا التي تجسر الخلاف وتمهد لعلاقة طبيعية تقوم على التقارب وفهم بعضنا البعض. وفي هذه الحلقة نستضيف عالما كبيرا ومثقفا من نوع متميز، وأحد صناع القيادة والريادة الفكرية، عرف بسلاسله المطولة سواء أكانت في منهجية التأليف والتفكير أو في مجال صناعة القيادة أو في مناهج التعليل والقراءة للتاريخ. لقد أنعم في كتاباته المتميزة وأمعن فيها النظر، فكان هو الطارق لقلوب الناس الذي يسود بفكره وعقلانيته. الدكتور طارق سويدان مثقف وأكاديمي من طراز كما أسلفت، طراز يكاد يكون نادرا في هذا اليوم وفي الخارطة الفكرية. عرف بمواقف متقدمة. نرحب بالدكتور طارق سويدان. أهلا وسهلا. حياك الله دكتور، سعيد جدا أن أكون معك، وفرصة طيبة أن أكون مع جمهورنا الحبيب في كردستان. الله يبارك فيك. دكتور، أنت عرفناك بمواقف متقدمة حقيقة فارقت فيها الكثير من النخب. يظهر ذلك جليا في موقفك من الاستفتاء، حيث أنت أبديت أن حق تقرير المصير هو حق مضمون لا يمكن معارضته. ما السبب في هذا الموقف المتقدم؟ أول شيء طبعا نحييك ونحيي الجمهور الكريم، وسعيد جدا أني أكون معكم. وفي قبل أن نبدأ رسالة لأحبابنا في كردستان أن لهم محبة خاصة. أنا دائما أسعد لما أزور كردستان، وإن شاء الله سأكون أيضا قريبا سأكون في زيارة لكردستان مرة أخرى. وخلال زيارتي لكردستان تعرفت على عدد كبير من الناس ومنهم علماء. قبل أن ندخل في هذا الموضوع السياسي، مما أدهشني هو مستوى العلم الشرعي الذي عند علماء كردستان. حقيقة دهشت بهذا، لكن هذا ليس غريبا لتاريخ كردستان العظيم المعروف. لكن اللي عجبني وأدهشني أكثر هو عمق علماء كردستان باللغة العربية، إلى درجة ما كنت أتخيل أنها موجودة عند شخص غير عربي. أنا أعرف أن علماء اللغة العربية العرب دخلوا في الأعماق، غير العرب دخلوا لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الأعماق. إلا الأكراد الحقيقة شيء ما هو طبيعي، هم والأمازيغ استطاعوا أن يصلوا إلى أعماق اللغة العربية حتى صاروا أساتذة فيها. فتحية لهم جميعا ولك ولجمهورك الكريم. بالنسبة لهذه المسألة، نحن أمة دكتور تخلفت 400 سنة، وللأسف خلال فترة تخلفنا تمزقنا وصرنا دويلات، ورجعنا إلى أيام دويلات الطوائف مرة ثانية. اليوم نحن بدأنا ننهض. خلال غيابنا البشر تقدموا ووصلوا إلى معادلات يحلوا بها مشاكلهم. من هذه المعادلات التي استقرت في البشر اليوم الأنظمة السلمية لحل المشاكل، محكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة إلى آخره. لكن من ضمن هذه الأنظمة التي رأيتها بعيني عدة مرات هي مسألة التصويت، القرار الشعبي. الناس تختار مصيرها، فحق تقرير المصير هذا هو حق مكفول لكل الشعوب. أذكر لما كنت في زيارة لكندا، فكندا دولة عريضة، والولايات اللي فيها ليست مثل أمريكا متوزعة، وإنما جنب بعض هكذا. نعم. في واحدة من الولايات التي في الوسط، هي ليست بالطرف، اللي اسمها كويبيك، هذه ولاية فرنسية. نعم. تطالب بالاستقلال. كيف حلوا هذه المشكلة؟ حلوها بالتصويت. أذكر وأنا كنت أثناء زيارتي هناك كان التصويت شغال، فكانت النتيجة أن الذين وافقوا على الاستقلال 45%. نعم.
تعرف لو وصلت 51%، بس 51%، كان تشكلت دولة جديدة اسمها كوبيك، وهذه الدولة كان قسمت كندا قسمين. نعم. وما يستطيعوا يعملوا شيء، لأن هذا هو قرار الناس. أنا أعتقد أن هذا هو النظام المتطور العاقل بحل مشاكلنا. فالأكراد شعب من حقه أن يقرر مصيره مثل كل الشعوب، ومن حقهم أن يصوتوا على هذا المصير، وبناء على هذا يتحملوا أيضا نتائج قرارهم. فهذه هي الفكرة التي أدعو إليها باستمرار. طب هو سبب أنت يعني حقيقة هذا التقدم، هذا الفهم، على ماذا بني؟ يعني على ماذا بنيتم هذه الرؤية؟ يعني نحن لا نراها شائعة بين النخب، يعني حقيقة هذا أنا لا أتحدث من باب المبالغة، ولكن هذا تقدم سباق على كثيرين من النخب الذين عارضوا، حتى أنهم اتهموا أن هناك دولة احتلالية جديدة في الشرق الأوسط، وأنت حضرتك اعترضت على هذا الأمر، قلت هذا تصنيف سياسي لا يليق. يعني ما هي الأسس التي بنيتم عليها تحرككم هذا؟ في المقابل وصف هذا الأمر بأنه هو تأسيس لكيان استيطاني جديد في المنطقة وأنتم عرضتموه. يا سيدي، يعني احنا الآن 57 دولة إسلامية، 22 دولة عربية، بالعفو لو صرنا 58 هذا سيفرق في أمتنا، يعني أن هي ستصبح أمة عظيمة ولا أمة متخلفة. العدد غير مهم. نعم. هو النوعية. أحيانا دولة واحدة يكون لها مكانة 20 30 50 دولة. أمريكا كلها دولة واحدة في النهاية. تعرف دكتور، أنا درست في أمريكا، وخلال دراستي في أمريكا درست 17 سنة في أمريكا، وجزء منها درست الثانوية هناك. أثناء دراستنا للثانوية كان هناك إلزام أن ندرس تاريخ أمريكا، وإلزام ندرس الدستور الأمريكي. نعم. اكتشفت باختصار أن أمريكا اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، هي كانت مش ولايات، هي كانت دول. نعم. تكساس كانت دولة، كلاهوما اللي كنت أنا فيها كانت دولة. نعم. كلاهوما لم تنضم إلى أمريكا إلا في 1920. نعم. تكلم عن فترة قريبة جدا. هذا التقدم بأن ناس يعني دول تنضم، في مقابلة في الدستور الأمريكي أن من حق أي ولاية تصوت على الانفصال وتصبح دولة مستقلة وحق مكفول. ليش هم عملوا هذا؟ لأن ما هو البديل لهذا؟ البديل هو إما حروب، نعم، ناس تستقل بالقوة، أو ظلم وإجبار مثل اللي قاعد يحدث للأكراد. أنا أعتقد أن الذي يحدث للأكراد اليوم هو من أكبر المظالم الذي في العالم. يعني شعب كامل ممنوع من حتى ممارسة هويته بشكل حقيقي، إلا في الفترة الأخيرة سمح لهم بشيء من ذلك، لكن في عدة دول ممنوعين حتى من هذه المسألة. في سوريا مجردين من الجنسية. يعني هذا ظلم، هذا ظلم لا ينبغي ولا يجوز. نحن كأمة الله سبحانه وتعالى أمرنا برفع الظلم عن البشر، وأول ناس يجب أن نرفع عنهم الظلم هم المسلمين نفسهم، نرفع الظلم عن أنفسنا. نعم. فمن باب الظلم هذا لا يجوز. من باب العقل أن البديل هو حرب، البديل هو صراع، فهذا لا يجوز. الشيء الآخر أن الإنسان العاقل يتعظ بغيره. البشر وصلوا إلى مستوى عالي جدا في طريقة حل مشاكلهم. لماذا نبدأ من البداية؟ دعونا نبدأ من حيث انتهى الناس وصلوا إلى استقرار عالي في أن حل هذه النوع من المشاكل هو بالتصويت وبتقرير المصير. هذا قرار يقرره الأكراد في اعتقادي. علما أن دكتور يعني بعد سقوط حكم صدام كانت القوى السياسية المعارضة في العراق الأكثر تنظيما هم الكرد، وانضموا إلى المعارضين العرب لتأسيس حكم انتقالي لم يدعوا كما حصل في الاتحاد السوفيتي من تفكك ومنادات بدول قومية. هم نادوا بحكم انتقالي عادل للمناطق. يعني ليس أيضا كما يشاع عنهم هناك أيضا اليوم بأنهم مجموعة من الانفصاليين أو مجموعة من الملاحدة. هل لكم تعليق على هذا؟ دكتور، حتى لو كانوا انفصاليين ايش المشكلة؟ حتى لو انفصاليين يا أخي قرارهم مش قرارنا. هذا شعب عنده لغته، عنده هويته، عنده تاريخه العظيم، هو يقرر مصيره. لماذا نحن الذين نقرر لهم مصيرهم؟ نعم. يعني لماذا هذا الحق مكفول للأمريكي والكندي وغير مكفول للكردي؟
نعم. فهذا أنا أعتقد أن هذا تخلف، وأن اليوم العقل في هذه المسألة هو أن المسألة متروكة للأكراد. لكن في نفس الوقت الذي نقول هذا الكلام أيضا نقول لإخواننا الأكراد أنتم ادرسوا مصلحتكم. نعم. هل من مصلحتكم هذا الاستقلال؟ هل من مصلحتكم أن يكون لكم دولة ليس لها منفذ بحري؟ هل من مصلحتكم أن تكونوا في صراع مع الدول اللي حواليكم؟ هذا قرار في النهاية. أنا دائما تبعات، يعني يتحملون التبعات. دائما هي فيها إيجابياتها وسلبياتها. نعم. الأكراد شعب عاقل وفيه قيادات عاقلة تدرس المسألة وتقرر الإيجابيات أكثر أم السلبيات، فالقرار عندهم وليس عندنا. في جانب آخر، من خلال عملك كمؤرخ، كيف تنظر إلى تاريخ الكرد في خدمة الحضارة كمكون رئيسي من مكونات الأمة والهوية الجماعية؟ والله يا دكتور، يعني أنا الحقيقة قضية الإقليميات هذه ما لاحظتها في التاريخ الإسلامي أنها كانت قصة ولا قضية أبدا. يعني إلى درجة أن كثير من الناس ما كان منتبه أصلا أن صلاح الدين الأيوبي كان كردي. نعم. يعني كانوا بالنسبة لهم لأنه عاش في سوريا وبعدين راح إلى مصر وبعدين حرر فلسطين كان يظنوا أنه عربي. نعم. هذا التلاحم بين الأكراد والعرب والأمازيغ وغيرهم هكذا كان موجود إلى هذه الدرجة. شوف، الإسلام عنده فلسفة رئيسية جدا. الإسلام لما فتح العالم أولا لم يجبر البشر على دين، لا إكراه في الدين، لكن ليس هذا فقط، هو لم يجبرهم على قومية. المسلم ليس بالضرورة أن يكون، أصلا العرب اليوم هم 20% من كل المسلمين. نعم. فما في إجبار على جنسية، ولا في جنسية أفضل من جنسية، لا فضل لعربي على عجمي. هذه فلسفات رئيسية جدا. لكن لما نرجع إلى التاريخ نجد أن أنا رجعت، يعني هذه من اللطائف، أن في فترة الدولة العباسية، وأنا تعرف كتبت تاريخ الدولة العباسية في كتابين من كتبي. في تاريخ الدولة العباسية في بداياتها تم إحصاء أعظم 32 عالم، وسبب 32 أنها هي التخصصات المختلفة. نعم. في كل المجالات، في الطب، في الفلك، في الكذا، وفي علوم الشريعة وعلوم العربية. 32 عالم رئيسي، واختاروا في كل مجال أفضل عالم وأكبر عالم، مثلا سيبويه باللغة العربية وأمثالها. هل تعرف يا سيدي أن من ال 32 عدد العرب الذين كانوا فيهم 2 فقط؟ 30 لم يكونوا عربا. طب هناك اليوم من نرى أنه يشترط أن يكون الدين هو إلغاء للقومية. هل أنت مع هذه النظرة؟ لا أن الدين يتعارض مع هل الدين هو دين إلغاء القوميات أم إعلاء القيم؟ شوف، في فلسفة، وهذا من المواضيع اللي أدرسها، اسمها الهوية. نعم. سؤال بسيط جدا: هل يمكن أن تتعدد هويات الإنسان؟ نعم. الجواب طبعا ممكن طبعا. أن تكون تعدد هويات. نعم. فأنا مسلم، وأنا عربي، نعم. وأنا كويتي. نعم. إيش المشكلة في هذه المسألة؟ وأنا أيضا رجل. نعم. طيب، وأنا متدين. هذه الأمور تجمعني مع كل من يشاركني في هذه المسائل. نعم. هذه الفلسفة هي التي قامت عليها حضارة الإسلام. نعم. فالأكراد في تاريخنا هم علماء عربية، علماء شريعة، هم قادة الفتوحات والجيوش. دكتور، الجهاد ضد الصليبيين، كثير من الناس يذكرون أن صلاح الدين الأيوبي كان له الفضل الأكبر. الحقيقة صلاح الدين كان نتيجة لرجل أنا بالنسبة لي أعظم منه، وهو نور الدين زنكي. نعم. ونور الدين زنكي هو نتيجة لرجل عظيم جدا، هو عماد الدين زنكي. طيب، عماد الدين زنكي نتيجة لمن؟ عماد الدين زنكي نتيجة لأول من بدأ الجهاد ضد الصليبيين هو مدود وعماد الدين ونور الدين وصلاح الدين، كلهم أكراد. أيضا هؤلاء نتيجة من؟ نتيجة حركة
الذين بدأوا بهذا هم الطرطوشي والغزالي. نعم. والغزالي معروف أنه فارسي لم يكن عربيا. نعم. فكل الذين حركونا إلى المقاومة المحتل كانوا ليسوا عربا. قضية أن ما هو أصل الإنسان، ما هو جنسيته، هذه بالنسبة لنا كمسلمين هي قضية خاصة به، لكن نحن نشترك في حبنا للبشرية، حبنا للإسلام، حبنا للحضارة، حبنا للعدالة، نشترك جميعا في هذه الفلسفة. هذه هي الفلسفة التي قامت عليها حضارة الإسلام العظيم. دكتور، 70 عاما من الحروب المتقاتلة بين الأنظمة المتعاقبة العراقية وبين البشمركة والكرد، لم يسجل على الكرد تنفيذ أي عملية عسكرية داخل المناطق الآمنة المدنية، لم يسجل عليهم أي عملية ثأر ضد العرب، ولم يحولوها إلى حرب قومية بينهم وبين العرب. أيضا عندما ألقى السلاح الجيش العراقي بعد صدام كبير جدا، أمر البرزاني بالعفو العام، وأمر أيضا بأن كل من أراد أن يلتحق بأهله فليلتحق، ومن أراد أن يمكث في كردستان فليمكث. أنا لدي سؤال، ما تعقيبكم حول هذا الخلق، خلق عدم الثأر وخلق العفو والإنصاف؟ يعني قبل ما أدخل في هذا، أنا كنت في زيارة للعراق مؤخرا بعد غياب 43 سنة، أول زيارة لي للعراق. طبعا قبل زيارتي لبغداد كنت زرت كردستان عدة مرات. نعم. وفي كلا المكانين الحمد لله يعني كان الترحيب كبير ويعني الحفاوة كبيرة كما هي عادة أهل العراق جميعا. مشكلة العراق هي في نوعية الحكام الذين كانوا يحكمون. لم تكن أبدا مشكلة شعوب، دائما كانت المشكلة مشكلة حكام، والكل اكتوى بنارها. يعني الأكراد اكتووا بنارها، إيران اكتوت بنارها، احنا في الكويت اكتوينا بنارها. يعني هذه المصائب هي التي عطلت العراق وعطلت العراقيين سنين طويلة جدا. ما عمرها كانت مشكلة أن والله الأكراد ولا العراقيين سيثأروا من بعضهم بعض. نحن نفهم والكل يفهم أن الإسلام يمنعنا من هذه المسألة. وما هو ذنب يعني إنسان بريء مقابل من أجبره على أن يفعل شيء مثل هذا؟ المهم، لا شك خلق جميل، لا شك خلق عظيم، وأنا بالنسبة لي ما أستغرب. يعني أنا ذكرت لك في البداية أنا أحب الأكراد وفعلا أحبهم، يعني هي ليست مجاملة، يعني فعلا شعب جميل في الأخلاق وجميل في المظهر أيضا، والحقيقة في الكرم والجود والتعامل، خلق راقي من أرقى ما رأيت. فما أستغرب أن تكون هذه مواقفهم، ولا أستغرب أن تكون هذه ردة فعلهم، لأن هذا هو المتوقع من شعب بهذا الخلق وهذا الجمال. دكتور، في جانب مهم يتساءل الكثيرون، لماذا يفقد الكردي الثقة بالعربي والمسلم؟ دعني أستشهد لك تأكيدا على هذا الكلام ما ذكره الأستاذ معاذ الخطيب في رسالة بعنوان الحسين لا يشرب الدماء. يقول: لقد أدى التعصب القومي والتجيير البعثي للأمور إلى أن يغض من هم محسوبون على أهل السنة النظر عن جرائم النظام البعثي، وليس أقلها حلبجة، التي يذكر الأستاذ الراشد أن الدعاة السنة لم يهتموا بها وبأهلها السنة، لأن مفعول الفكر البعثي القومي شرخ الأمة عن الدين، فلم يفكر أحد بهم، فقد كان عيبهم أنهم أكراد. سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم. والقول هنا للأستاذ أحمد معاذ الخطيب. ألا تجدون أن مثل هذه المواقف تسهم بفقدان الثقة بين الكردي والعرب والمسلمين؟ وما تعليقكم؟ يعني أنا أعتقد أن يعني تشكيل المسألة كلها بهذه الطريقة فيه إشكال. نعم. لما يقال أن السنة لم يهتموا بالأكراد لأن السنة متأثرين بالبعثيين، هي المعادلة دكتور ليست هذه. هو سؤال بسيط جدا: هل البعثي سني؟ نعم. هي المعادلة أصلا هي هذه. نعم. يعني إذا اعتبرنا أن البعثيين هم سنة، أو السنة البعثيين ما زالوا سنة،
فعندها تكون المعادلة صحيحة. لكن البعثي هو لا سني ولا كردي ولا حتى مسلم، لأنه استنكر تنكر للإسلام كله. وبالتالي أنا شخصيا أعترض على مثل هذا التوصيف. أنا أذكر لما صارت حلبجة أننا بكينا، نحن بكينا في الكويت، وإحنا لا بعثيين ولا عراقيين، لما يحدث جريمة كبيرة. ما ذنب هؤلاء الذين يضربوا بالكيماوي؟ ما ذنب هذه الآلاف من الجثث التي رأيناها؟ شيء خيالي من الإجرام. هذا والله أبكاني. نعم. فالآن يعني السؤال أن لماذا يتأثر السنة بهذه المسألة؟ لا، هي ليست قضية. أرجو أن ما تصور أنها سنة وأكراد. ليش هم الأكراد؟ من الأكراد سنة، نعم، ومن عظماء السنة نعم. وناس شوافع، ويعني وفي أعماق المذهب الشافعي. فمحاولة توصيف المسألة أن سنة وأكراد هو دكتور هي ليست هكذا. هو دكتور يعني المعذرة، هو لكن القصد أن سيطرة الفكر القومي على أنا هذا رافضه أنا أيضا. أيوة. أنه لا فكر قومي ولا فكر بعثي سيطر على السنة. نعم. هذا غير صحيح. نعم. الذي حدث أن هناك سنة وشيعة وأكراد تأثروا بالفكر القومي والفكر البعثي وتنكروا لدينهم. نعم. بغض النظر ما هو أصلهم، هؤلاء لا يحسبوا على سنة ولا على غير مجموعة سنة. من النفعيين تم تعويمهم باسم وصاروا بعثيين. وهذا يعني أنا أذكر وإحنا صغار يا دكتور، آمنت بالبعث ربا لا شريك له. هكذا كان شعار البعثيين. طب هؤلاء سنة؟ هؤلاء ما هو السنة. وبالتالي أنا رافض التوصيف كله أن يركب على السنة، لأن هؤلاء لا سنة ولا أكراد، ولا هؤلاء الناس تنكروا عن الدين كله. طيب لو سألتك في مجالك، ما هي الخطوات الملموسة من النخب وأنت قيادي وكتبت في القيادة، ما هي يعني بنود تأسيسية لميثاق شرف إعلامي يكون من النخب المثقفة تجاه الكرد؟ ما هي النقاط التي تريد أن توصلها كنقاط علام عدل وإنصاف؟ يا سيدي الكريم، هي ما عادت المسألة اليوم تحتاج إلى ميثاق شرف. نعم. نحن اليوم كبشرية تطورنا تطور كبير جدا. هي مشكلتنا في أن المسلمين ما زالوا متخلفين عن هذا التقدم البشري. إحنا كل الذي نحتاجه هو أن نتقدم، ما نحتاج ميثاق شرف يا دكتور. خلينا أشرح لك مثال. أنا عشت في أمريكا كما ذكرت لك. نعم. طيب في أمريكا في إعلام وفي قوميات أكثر من القوميات اللي عندنا بدرجات. طيب أمريكان، إيطاليين وإيرلنديين وفرنسيين وألمان وهنود حمر، وكل الجنسيات التي تخطر في بالك موجودة. والأمريكان أديان وليس دين واحد، ليس فقط يهود ونصارى، النصارى نفسهم أديان كثيرين جدا. طيب الآن في النظام الأمريكي وفي الإعلام الأمريكي هل يوجد ميثاق شرف يقول من الذي ممكن يصل للحكم من بين هذه الجنسيات؟ هل يوجد ميثاق شرف يقول من الذي يتكلم عن من وكيف يتكلم عن من؟ ما في ميثاق شرف. نعم. تقدمت البشرية خلاص، أنت لك هويتك وهوياتك أنت حر بها، وأنا أتعامل معك كإنسان، المواطنة وشريك معك في القانون وشريك معك في المواطنة. نعم. ولك حقوقك ولك فرصك، وممكن أي إنسان يصل إلى الحكم. هكذا تطورت البشرية دكتور، معذرة على هذا، لكن إحنا ما زلنا نفكر بطريقة الناس اللي عندهم مشاكل ومتخلفين عن البشر. كيف يحلوها بطريقة بسيطة جدا. نعم. أن نتقدم. نعم. أن نستفيد من تجارب البشرية. نعم. الحكمة ضالة المؤمن، من توقف تخلف. التقدم هو الذي يعني نحن فإحنا الحكمة هي أن نقلد هؤلاء الذين استطاعوا أن يذيبوا كل هذه الخلافات اللي بينهم ويعيشوا دولة واحدة استطاعت أن تصل إلى قيادة البشرية. كيف يكون ذلك على أرض الواقع في منطقتنا؟ يا سيدي الكريم، هل نحتاج وحدة؟ خليني أسأل السؤال بأعماق شوية. الجواب لا.
زين، على عكس يمكن ما يتوقع جمهورنا الكريم. نعم. نحن ما نحتاج وحدة بالطريقة التقليدية القديمة اللي ما في يعني كما يقولون خليفة واحد عابر للقارات يصدر أوامره وينتشر الأمر ويا سحابة أمطري حيث شئتي. أنا أعتقد أن هذا الزمن انتهى. نعم. نحن لو اتفقنا على 5 أمور فقط، بس 5، عندها والله سنكون دولة عظيمة جدا. نعم. لو اتفقنا على جيش دفاع مشترك مثل الناتو، نعم، وعملة مشتركة مثل اليورو، نعم، وموقف خارجي مشترك مثل البرلمان الأوروبي، نعم، واتفقنا على فتح الحدود بيننا مثل الشنغن، وأنظمة رقابة مثل الآيزو، حتى عندما تنتقل البضائع ولا غيرها يكون عندنا معايير موحدة للرقابة. الآن بعد هذه المسائل ال5، يا أخي الشيعي يبقى شيعي هو حر، والكردي كردي، والملكي ملكي، والجمهوري أنا إيش علاقتي في هذا؟ نعم. إحنا نريد أن نوحدهم كلهم يصيروا سنة، ولا نريد نوحد الناس كلهم يصيروا حنابلة إيش هذه العقلية أنا بالنسبة لي عقلية متخلفة هذه. خلينا نتفق على هذا، وبعدين كل إنسان هو اللي يحدد مصيره. الأكراد يحددوا كيف يريدوا أن يديروا أمورهم، والإيرانيين يكونوا جزء من أمتنا، ليسوا اليوم الناس اليوم تفكر لما نفكر بوحدة، طيب كيف ندبر مسألة إيران؟ يا أخي ما ندبر مسألة إيران. إيران شيعة سيبقوا شيعة، ويجب أن نحترم اختيارهم، لن يصبحوا سنة. البديل لهذا الطرح هو حروب. نعم. ونحن تجاوزنا هذا الزمن ان نحل مشاكلنا بالحروب، فخلينا نتفق على هذه ال5، والباقي كل واحد هو اللي يقرر مصيره. فهذه المعادلة هي اللي تحل لنا مشاكلنا. إدارة الصراع بهذه القوانين ال5 لو توافرت، ألا ترون أنها يمكن حقيقة أن تتقدم بنا نحو بناء جبهة موحدة أمام ما نلاقيه اليوم من بقائنا في خانة المفعول به؟ برضو يعني دكتور أنا ما أشوف، يعني أريد حتى هذا الطرح أتقدم عنه شوي. نعم. زيادة. نعم. نعم. يا أخي ليش إحنا نفكر فاعل ومفعول به أصلا؟ نعم. ليش نفكر في إن إحنا صراع مع البشر؟ يعني السؤال معذرة منطلق من نحن وهم، لكن طبيعة الحياة هكذا. لا، هي ليست هذا، كانت طبيعة الحياة. اليوم نستطيع أن نصل إلى معادلة في اعتقادي. نعم. هو أن البشرية كلها تحل مشاكلها بالتفاهم. نعم. نعم. قبل الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك متحدة، كان هناك عصبة تطورت المسألة، صارت متحدة. متحدة هذه استطاعت أن تحل بعض المشاكل، واستطاعت هذه على فكرة أن يكون لها دور متقدم في كثير من الجوانب ما عدا الجوانب السياسية والعسكرية. نعم. يعني مشكلة المتحدة في الجوانب السياسية والعسكرية، لكن لما تأتي للخدمات الأخرى التي تقدمها لا شك تقدمت كثيرا جدا. طبعا عندنا مشاكل مع الأمم المتحدة، طبعا عندنا اعتراضات شديدة عليها، لكن هذه التجربة البشرية التي تقدمت نحن كمسلمين يجب أن ندفعها إلى الأمام، ونصل بها إلى مزيد من التقدم، بحيث أن البشر كلهم يتفاهموا وليس فقط المسلمين. أنا ما أفكر بعقلية نحن جبهة وهم جبهة، أنا ما أفكر بعقلية إحنا راح نصير أقوياء عشان نبدأ نشن الحروب من جديد ونفتح العالم من جديد. يا أخي نفتح العالم بالدعوة، نفتح العالم بقلوبنا، نفتح العالم بعلمنا، بالكلمة، ما نفتح العالم بالسلاح. انتهى هذا العصر، انتهى بالنسبة لي. فاليوم البشرية تقدمت، ما زالت البشرية لم تصل إلى المستوى الذي نتمناه، لكن بالتأكيد البشرية اليوم تقدمت كثيرا عما كانت عليه في بداية القرن العشرين. يا دكتور هل تعلم وهذه بالإحصاءات أقدر أجيب لك إياها، أن نحن اليوم نعيش في وضع أمني أفضل من أي فترة في تاريخ البشرية. نعم. على كل هذه الحروب التي تحدث، لكن نحن كأمان من الحروب ومن الأمراض نحن نعيش في أفضل فترات البشر. نعم. طيب
البشرية تقدمت. يا خلينا نكمل. ليش نفكر بعقلية أن المسلمين يتقدمون والبشرية كلها خليها تروح بداية؟ نعم. يا أخي هؤلاء الأمة التي مطلوب منا أن ندعوها، أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا رحمة مش للمسلمين، للعالمين. هناك 3 مليون لاجئ قدموا إلى أقليم كردستان، تم استقبالهم كمواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، وإنما مواطنين رسميين ويعاملون معاملة طيبة، في حين نجد أن بعض الدول دوما تتشكى من اللاجئين، وفي حال أي مراهنة يتم مراهنة على اللاجئين. كيف تقرؤون خلق الكرد في هذا الجانب، في موضوع استيعاب اللاجئين والعيش على قدم المساواة مع أهل البلد؟ الأكراد يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث قليل من الناس من يعرفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، والحديث في البخاري وغيره. إذا أنت ذبحت ذبيحة في الأضحية تأكل منها أو تتصدق بها، ممنوع تدخرها أكثر من 3 أيام. السنة اللي بعدها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنت في العام الماضي نهيتنا أن ندخر لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، أتجيز لنا أن نأكل اليوم؟ أنا طبعا ما نسيت سؤالك، أنا قاعد أجاوب سؤالك بس بطريقتي. تجيز لنا أن ندخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم لأجل مجاعة أصابت العرب فلجأوا إلى المدينة. نعم. لاجئين جاءوا إلى المدينة. نعم. فعاشوا حواليها. النبي صلى الله عليه وسلم من باب إكرامهم ومن باب إلزام جميع المسلمين بإكرامهم صدر قرار على مستوى الدولة كلها: ممنوع أحد يدخر طعام 3 أيام، روحوا شاركوهم بطعامكم. هذا هو الخلق الإسلامي الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فبالنسبة لي ما فعله الأكراد في هذه المسألة هو ليس غريبا. أنا رأيت أخلاق الإسلام فيهم، ورأيت تمسكهم بأي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وصليت في مساجدهم في كردستان، ورأيت حرصهم على تطبيق السنة. فليس غريبا أن يطبقوا السنة في إكرام المحتاج وإكرام اللاجئ إليهم، لأن هذا خلق ليس فقط خلق الإسلام بل خلق الكرماء وهم منهم. دكتور، ما هي مقترحاتكم وأنت كقيادي ولك مؤلفات في هذا الأمر؟ ما هي مفاهيم وآليات قيادية لترتيب البيت المشرقي بين القوميات الكبرى الكرد وغيرها؟ ما هي مقترحاتكم القيادية؟ علمتني الحياة دكتور وجمهورنا الكريم أن العلاقات تبنى بناء. نعم. هي في علم كامل اسمه علم العلاقات، وأنت تسألني عن موضوع العلاقات. العلاقات تبنى بالتدريج، تراكمي. نعم. هي تقطع بالحسم. يعني ممكن موقف واحد يخرب العلاقة كلها. نعم. لكن عشان تبنى العلاقة تبنى بالتدريج، والناس أعداء ما يجهلون. كلما تعارف الناس أكثر، كلما احتكوا مع بعضهم أكثر، كلما تحسنت العلاقات. نعم. أنا أشعر أن التواصل حتى بين العلماء حجمه محدود. فمثلا يعني عندنا في الكويت، وأنت انتقدت حتى الإعلام الكردي، قلت أنه لم يقدم الصورة اللائقة بالكرد للعرب، وقلت أنه مقتصر على الكرد، حديث الكرد فيما بينهم. نعم، هذه مشكلة كبيرة الحقيقة. نعم. يعني أنا جلست في كردستان فترة، نعم، عدة أسابيع، يعني على مدى كذا مرة، وأفتح القنوات الكردية. نعم. ما أفهم شيء طبعا. طيب. نعم. وأشوف القنوات العربية ما أشوفها تتكلم عن الأكراد أبدا. نعم، في قطيعة. فإذا اللي قاعد يصير ماذا؟ أن الأكراد مثلا يتكلمون عن قضيتهم بالتأكيد، لكن يتكلمون لمن؟ يتكلمون لأنفسهم. نعم. طيب، أنا نفس الانتقاد قدمته للشباب الفلسطينيين.
نعم. لو أنتم تعملوا مؤتمرات عن فلسطين، الحضور فلسطينيين والمحاضرين فلسطينيين، طيب لمن الكلام؟ نعم. طيب آخر مؤتمر حضرته قبل 4 أيام، نعم. جايين ناس من أنحاء العالم عشان قضية فلسطين. طيب الحديث عن ماذا؟ أن لا بد من تأييد فلسطين ولا بد من الوقوف. يا أخي كلنا مأيدين فلسطين، احنا حاضرين كلنا جايين نحن نؤيد فلسطين، لماذا قاعد تقول لنا يجب تأييد فلسطين؟ هذا أكيد مؤكد. هذا حديث للذات. نعم. طيب كلما الناس حدثت أنفسها ما تبنى العلاقات. نعم. متى تبنى العلاقات؟ تبنى العلاقات في برنامج مثل برنامجك هذا. نعم. لما يأتي عرب ويتكلموا للأكراد أن احنا نتفهم قضيتكم. نعم. عندما يأتي الأكراد ويقدموا برنامج بالعربي. نعم. وتعرف أنا من الأشياء اللي لو حدثت ستعجبني جدا، أن لو جاء عالم من علماء الأكراد الذين هم من أعماق العربية كما ذكرت ويقدم برنامج عن اللغة العربية. نعم. في العالم العربي. نعم. وينبهر الناس بمستوى هذا الكردي الذي جاء يعلمنا اللغة العربية لأنه دينه وهويته. في دمشق كان عندنا شيخ اللغة العربية أكبازالي، هو كردي، وكان هو المرجع يعني بمستوى سعيد الأفغاني وهذه القامات، وهو كان مرجع في اللغة العربية. والله الحقيقة يعني قلت لك أنا قابلت مجموعة الحقيقة من علماء الأكراد أهدوني كتبهم إلى درجة أن يعني صار وزن الطيارة بالنسبة لي مكلف جدا من كثرة الكتب عن اللغة العربية التي تعلمتها من الأكراد. هذا التواصل، هذا الاحتكاك، نعم. هذا التفاعل الشعبي هو الذي يبني العلاقات. اللي قاعد يصير الآن إن لما يروح وزير خارجية كردستان مثلا إلى الكويت، هل هذا بناء علاقات؟ هذا كلها مجاملات رسمية. العلاقات تبنى بالتدريج، وتبنى من القاع، وتبنى من الجذور. عندما يحدث هذا الاحتكاك الحقيقي والتفاعل الحقيقي، عندها تنتهي هذه المشكلة، وعندها يعرف الناس حقيقتها. لكن عندما تظل العلاقات على المستوى الرسمي، نعم. عندها ستظل شكلية وسطحية وعبارة عن تمثيليات. نعم. ليش العفو يعني وزراء الخارجية كل اللي قاعد يسووه ايش؟ تمثيل بتمثيل. نعم. هو ليس حقيقة صادر من القلوب. حتى لما يتكلم هو قاعد يتكلم عشان يجامل اللي أمامه. نعم. هذا كله ليس له قيمة. القيمة الحقيقية هي التفاعل الشعبي والتفاعل العلمي. ألا ترون دكتور على أن يد السياسي مارست نوعا من التزييف في الوعي الشعبي العام في العلاقات البينية؟ يا دكتور السياسيين يشوف أنت مين ويقول لك كلام يتناسب معك. نعم. نعم. هذا هو حقيقة السياسي. تزييف ليس فقط هذا، تزييف في كل شيء. السياسة علم التزييف في النهاية. نعم. وبالتالي الاعتماد على السياسة أنها هي التي ستحل لنا مشاكلنا هذا وهم. وإنما الذي سيحل المشاكل بأعماقها هو التواصل العلمي والتواصل الشعبي والتواصل في القاع والتواصل الاجتماعي. هذا الذي يبني وعلى فكرة هذا الذي حدث في التاريخ الإسلامي. نعم. يعني العرب لما راحوا مصر، الآن مصر دولة عربية، عدد العرب الذين ذهبوا إلى مصر كم؟ 4000 واحد. من بين كم عدد المصريين اللي كانوا قادرين على حمل السلاح في مصر حسب ما أحصاهم عمرو بن العاص نفسه. عمر بن الخطاب أرسل لعمرو قال احصي لي من يدفع الجزية من أهل مصر، فأحصاهم فإذا هم 1000 يعني مليون. نعم. 4000 من مليون. لكن ماذا حدث؟ حدث تواصل اجتماعي وتفاعل علمي، تواصل شعبي. اليوم مصر كلها صارت دولة عربية، صح؟ نعم. هل هي أصولهم والله من تهامة؟ لا، هي أصولهم مصرية في النهاية. هذا اللي أنا في اعتقادي إذا فعلا جادين هكذا نبني العلاقات بأعماقها بالجانب الاجتماعي والشعبي أكثر من السياسي. طيب لو يعني استكمالا لمفهوم العلاقات، أنت طالبت بالفهم وإقامة العلاقات، هل من مقترحات عملية لتنمية هذا الأمر تكوين ذائقة جمعية بين المكونات يعني نعم. للفهم المتبادل؟ أنا أعتقد لو صار التالي، لو صار
وسويناها احنا لقاءات شبابية. نعم. يجتمع فيها شباب الأكراد مع شباب العربي مع شباب الجنسيات المختلفة. يعني احنا في أكاديمية إعداد القادة عملناها 8 مرات، نجمع الشباب والفتيات من 30 دولة في العالم، ومن بينهم كان مجموعة دائما من شباب الأكراد يحضروا في كل أكاديمية، وكانوا يعيشوا مع بعض 3 أسابيع. طيب في نهاية 3 أسابيع إيش أخبار العلاقات؟ تعرف أكثر من هذا دكتور، ليس فقط علاقات. إيش رأيك إن كان عملوا مشاريع تجارية مع بعض حتى؟ هذا التزاور، يعني وفود شبابية بالذات. شوف الكبار ما تتغير قناعاتهم وقيمهم بسهولة، اللي تتغير قناعاتهم وقيمهم هم النشأة والشباب. نعم. أنت تسألني كيف نعملها بجد، هي خليها تأخذ 30-40 سنة. نعم. بس تأتي وتبدأ من خلال وفود شبابية مشتركة من الجهتين، تتزاور وتحتك وتتعايش. وقلت لك هي ليست تجربة يعني ترف فكري، نحن عملناها 8 مرات. نعم. وفي كل مرة كانت نتائجها فعالة بشكل خيالي، وآثارها من 20 سنة إلى اليوم ما زالت قائمة. فهذا هو اقتراحي كيف تتم المسألة. ركزوا على الشباب، ركزوا على النشء، ركزوا حتى على الأطفال أن يفهموا بعضهم. عندها سنرى تغيير جذري إن شاء الله. نعم. كمفكر وكمؤرخ، ما هو خطابك للنخب في بالفعل أن لا يكونوا جزء من المتاجرة أو ما يطلبه الجمهور أو شعبويين يرتفعوا بأخلاقهم عما يطلبه الناس إلى ما ينبغي أن يكون، لا مراعاة ما هو كائن؟ ما هي مقترحاتكم دكتور؟ خليني أبدأ بشيء أزعجني بصراحة لما كنت في كردستان. نعم. وجدت أن الجيل الكبير اللي فوق 30 يحسن اللغة العربية. نعم. وجدت كثير من شباب الأكراد اللي أعمارهم أصغر ما يحسنوا اللغة العربية. طبعا كيف عرفت هذا؟ عرفت هذا من خلال محاضرتي. نعم. اللي كانت جماهيرية. ووجدت قسم كبير من الشباب تتم لهم الترجمة. بينما الكبار كانوا ما يحتاجوا ترجمة. لحظة شوية، في شيء احنا قاعدين نرجع للوراء. الإسلام له فلسفة في هذه المسألة، اسمح لي دكتور أشاركك فيها وشارك الجمهور. تفضل. الإسلام لما انتشر في العالم أولا لم يجبر أحد على الإسلام، لا إكراه في الدين. طيب ماذا عن القوميات والجنسيات والملابس والأكل والفولكلور؟ ماذا حدث؟ هل الإسلام غير لغات العالم؟ جواب لا. نعم. هل غير طعام العالم؟ جواب لا. هل غير ملابسهم؟ لازم يلبسوا زيي. ليش أنا ألبس هذا؟ لأن حر عندنا. نعم. ما يمكن بدون الملابس البيضة هذه نعيش أصلا. طيب فهذا ليس اسمه لباس الإسلام، هذا لباس أهل الخليج وأهل طيب فالإسلام لم يغير حتى ملابس الناس. أنا أذكر للدكتورة بس من باب الطرفة أني مرة في واحد أمريكي أسلم على يدي، فقلت له اسمع أنت فهمت إيش هو الإسلام؟ قال لي. قلت له بس أبي أعطيك نصيحة قبل ما تشهد الشهادتين. قال لي إيش؟ قلت له لما تشهد الشهادتين إياك أي واحد من هؤلاء يضحك عليك ويقول لك لازم تغير اسمك، ولا لازم تلبس ثوب، ولا لازم تأكل رز بإيدك. ما لها علاقة هذه عادات شعوب. نعم. أرجع لحديثنا عن الأكراد. الإسلام فعل شيء عظيم جدا، وهو أنه أبقى لغات العالم وثقافات العالم كلها، الباكستاني والكردي كلهم أبقاها، والإيراني كلها، لكن أوجد لغة مشتركة الكل يتفاهم بها، هي اللغة العربية. نعم. وجعلها إجبارية. ليش؟ لأنها لغة القرآن. مش لأنها لغة العرب، لأنها لغة القرآن حتى تصبح لغة موحدة ولغة العالم. وعلى فكرة أنا قرأت بنفسي وانقلها عني إن شئت في كتب غربية أن اللغة العربية كانت هي اللغة رقم 1 في البحث العلمي في كل العالم. نعم. في فترة من الفترات هي اللغة العالمية، مثل ما الإنجليزي اليوم هي اللغة العالمية.
إذن التمسك بالعربية هو ليس عناد للعرب ولا موافقة للعرب، هو جزء من دينكم وجزء من هويتكم. وذلك أنا شفت ردة فعل، وما ألومهم، لكن ردة فعل عند بعض الأكراد لما فعله بهم العرب، وهو ظلم لا نقره، إن صار عندهم ردة فعل تجاه اللغة العربية. يا أخي لا، اللغة العربية هذه ليست هي العرب. اللغة العربية هي دينك، هي لغة. كيف ستفهم القرآن بدونها؟ وبالتالي ما يصير جيل جديد لا يفهم اللغة العربية. نعم. هذا كله من بسبب ردات الفعل اللي احنا قاعد نتكلم عنها الآن. نعم. وبالتالي ردات الفعل هذه من الذي أحدثها؟ أحدثها النخب السياسية والفكرية. نعم. وخاصة وانتبهوا أن الذي أحدثها هم العلمانيون العرب والأكراد. نعم. هم اللي أحدثوها، لكن اللي يفهم الإسلام سواء من العرب أو من الأكراد ما يستطيع إلا أن يدفع الطرفين ليكونوا أمة واحدة. هذه أمتنا أمة واحدة. وبالتالي أرجو أن ردات الفعل هذه ما تنعكس سلبا في يوم من الأيام لا على العرب ولا على الأكراد. دكتور، يعني أريد أن أختم الحوار معك هناك رغم كل الكلام الطيب الذي ذكرته وأنت تنظر دوما بآفاق مستشرفة إلى المستقبل، لكن دعنا نتحدث أيضا إلى أن هناك واقع ينبئ أن هناك نظرة دونية عند البعض من القوميات للقوميات الأخرى. هناك طغيان إذا اختلفت قومية مع قومية أخرى نعتت القومية بصفة ما أو عممت أخطاء حزب ما على قومية ما، فكل عربي بعثي وكل كرد انفصالي ملحد مثلا. هذه باختصار. كيف نقوم بقطيعة بين النظرة الدونية لهذه القوميات لبعضها البعض؟ يعني النظرة هذه قطعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن اختلف سيدنا بلال وهو من عظماء الإسلام ومن أوائل المسلمين مع سيدنا أبي ذر وهو أيضا من عظماء الإسلام ومن أوائل المسلمين. يعني ما قاعد نتكلم عن ناس عندهم نظرة يعني دونية ولا بعثية ولا لا قاعد نتكلم عن عظماء الإسلام أنفسهم. لكن التربية تأخذ وقت إلى أن تنضج، فاختلف فتجرأ أبو ذر على سيدنا بلال وقال: يا ابن السوداء. بلال ضايق إن هذا قاعد يعير بأمه، فذهب فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أبا ذر قال: أعيرته بأمه؟ فقال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت الجاهلية ما صفت من قلبك. شوف أبو ذر رضي الله عنه لما سمع هذه القولة ما أخذتها عزة وردة فعل، وإنما شوف الخلق السامي والتربية العالية. ماذا فعل؟ نزل إلى الأرض ووضع خده على التراب وقال: يا بلال، طأ خدي وأنت ابن أم السوداء. أنت ابنها، شرف هذا. ما هو إيش علاقتي أنا بأصل أمي؟ يعني هل هذا سيرفعني ولا ينزلني ولا ما هي نظرة أصلا غير الإنسانية للموضوع هذا. دكتور، إحنا عندنا دراسات عن الشعوب، دراسات واضحة جدا اليوم جدا أنه لا يوجد شعب أذكى من شعب، غير موجود. هذا غير صحيح. نعم. هناك دراسة واحدة ادعاها واحد أمريكي أن جنوب شرق آسيا شعوبهم أذكى من بقية الشعوب، وتم تحديه وتم عمل أبحاث وتم إثبات أنه مخطئ وقدم اعتذار علمي رسمي. لا يوجد شعب أذكى من شعب. الشعوب كلها متساوية في القدرات، في الذكاء. الله سبحانه وتعالى وزع على الجميع. لا يوجد شعب متميز عن شعب. لا فضل لعربي على عجمي ولا بأي شيء إلا بالتقوى. فالعربي اللي شايف نفسه، وعلى فكرة الآن بعض الأكراد
من باب الاعتزاز بقوميتهم شايفين نفسهم، هذا كلهم فيهم جاهلية، يجب أن يتوبوا منها ويستغفروا منها، لأن فيها تقديس لعرق أنت وأنا لا دخل لنا فيه. يعني أنا الله سبحانه وتعالى خلقني كويتي وعربي، أنا إيش علاقتي بهذه المسألة؟ أنا لا أحاسب عليها يوم القيامة ولا أترفع بها على الناس يوم القيامة. أن الإنسان يحاسب على اختياراته، هذه ليست ضمن اختياراتي، أنا ما اخترت أمي وأبي فلا أحاسب عليهما. هذه هي فلسفة الإسلام في هذه المسألة. وبالتالي اللي قاعد يحدث اليوم من ترفع جنس على جنس ولا عرق على عرق، هذا أو أنا بالنسبة لي دكتور هي ليست فقط مسألة فيها جاهلية، أنا بالنسبة لي قلة عقل أصلا. والله قلة عقل، يعني تفاخر بما لا تملكه، يعني أنت ليس خيارك أن تكون من هذه القومية أو من هذه القومية. بعدين يعني العفو، أنت لما تتفاخر علي، طب أنا إيش أقدر أسوي عشان حضرتك ما تتفاخر علي ولا أنا ما أتفاخر عليك؟ نعم. ما ليس بيدك شيء ولا بيدي شيء. لكن في نقطة دكتور، تغليب السياسي عندما يتغلب السياسي على الذائقة الشعبية، أنا هذا كنت أريد، يعني فكرة أحيانا مفردات سياسية يطلقها السياسي فينعت بها شعب فيتداولها النخب أيضا ويصبح لصيقة بالتعريف بالشعب الفلاني أنه كذا وكذا. هذا يؤدي إلى جفاف عاطفي بين الشعوب وإلى قسوة حقيقية بين القوميات. دكتور، اشتغلت في الإعلام ومثل ما حضرتكم الآن شغالين فيه، اشتغلت فيه سنين طويلة وما زلت. وجدت أن الأغلبية الساحقة من الإعلام هو في الحقيقة أداة بيد السياسيين. نعم. هذه حقيقة المسألة. نعم. وإذا السياسيين غيروا موقفهم ستجد الإعلام كله يطبل ويزمر وراهم. فهذا اللي قاعد يحدث، أن إذا السياسيين أرادوا شرخ القوميات سيطبل الإعلام، وإذا أرادوا أن يتوافقوا مع دولة ثانية سيطبل الإعلام. ورأينا هذا، دول خليجية تعادي تركيا وبعد كم يوم تبدأ تمدح في تركيا حسب موقف السياسي. نعم. ليش قاعد أقول هذا الكلام؟ لأن الأغلبية الساحقة من البشر عقولهم صغيرة فيتبعوا الإعلام اللي هو تابع للسياسيين. نعم. هذا اللي قاعد يحدث. نعم. ولذلك إذا في نصيحة، انتبهوا، إياكم أن تأخذوا فكركم مما يبثه هؤلاء السياسيون من خلال ما أبواقهم الإعلامية. انتبهوا، الإنسان يأخذ عقيدته، يأخذ دينه، يأخذ مواقفه، يأخذ من قيم وليس من إعلام. نعم. والإنسان العاقل ما يتأثر بمثل هذا. هي المشكلة في عموم الناس وعموم الجماهير، وهؤلاء طبعا دكتور ما في طريقة أن نوقف تأثير الإعلام عليهم إلا بإعلام أقوى. نعم. هم عندهم ماكينة كبيرة، إحنا ماكينتنا الإعلامية صغيرة. هم عندهم قنوات وضعية، أنت عندك برنامج واحد. طيب، فلما يأتي برنامجك هذا بارك الله فيك يبث الوحدة ويبث العلاقة بين العرب والأكراد، شيء جميل جدا. الآن خلينا ناخذ بالمقابل حجم الماكينة الإعلامية التي تبث العكس وتصنع الشرخ، مش كبيرة جدا. فهذا الآن المطلوب أن مثل هذا البرنامج نبدأ نزيده ونزيد جرعته ونزيد قنواته وأدواته ونزيد انتشاره. عندها نبدأ نكبر ماكينتنا أمام هذه الماكينة الكبيرة، عندها نقدر نكون فعالين. ففي النهاية أنا ما أستطيع أقول للسياسي وقف، لأن السياسي سيتبع مصالحه، وما أستطيع أقول للإعلامي توقف، لأن الإعلامي سيتبع السياسي الذي يدفع له. ولكني أستطيع أن أطالب أهل القدرات الإعلامية والقدرات المالية أن يدعموا برامج مثل هذا حتى تنتشر هذه الفكرة ونبدأ نواجه مثل هذا الانحراف الذي يجري في العالم. في نهاية هذا الحوار لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لأستاذنا المفكر الدكتور طارق سويدان، كما أتوجه بجزيل الشكر للإخوة والأخوات الذين كانوا معنا في هذا الحوار، حيث حقيقة تجاوز المحظور في التفكير وأجاب
وأجاب أجوبة غير مألوفة، بل إنها أنا في نظري فدائية ومغامرة جدا، حيث إنه ما زال الدكتور طارق يطرق بكلماته وحروفه أبواب وعقول القوميات أن الإنسانية تجمع، وأن القيم لا تفرق، وأن الانتماء لا يمايز إلا بمقدار ما تقوم أنت به من فعل حسن، فالتفاضل يكون مبنيا على القيم وليس على الأعراق وإنما على الأخلاق. أشكركم وإلى لقاء جديد.